بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره. ننعى إلى الأمة الإسلامية جمعاء وفاة العلامة الشيخ الحاج طاهر عثمان باوتشي، أحد أبرز علماء نيجيريا وإفريقيا الغربية، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ليلة الأربعاء 26 إلى الخميس 27 من نوفمبر 2025 بعد حياة مليئة بالعلم والعطاء. ولد الشيخ داهير باوتشي سنة 1927 ونشأ على حب القرآن وعلومه، حتى أصبح من كبار أهل التفسير والحديث، ومن أشهر شيوخ الطريقة التيجانية في نيجيريا والعالم الإسلامي. قضى الشيخ أكثر من 7 عقود في خدمة الدين ونشر العلم الشرعي وتعليم آلاف الطلبة في مدارس القرآن والخلاوي، وكان مثالاً في التواضع والورع والصدق والإصلاح بين الناس. اشتهر الشيخ رحمه الله بدروسه اليومية في التفسير، وبرسالته الداعية إلى التسامح والوحدة، وبحرصه على تربية جيل من العلماء والدعاة الذين يحملون نور الإسلام أينما ذهبوا. ترك خلفه إرثاً روحياً عظيماً ومدارس عامرة وتلاميذ منتشرون داخل نيجيريا وخارجها. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر له ويرحمه، ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا به في مستقر رحمتك. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.